عاملين ايه؟ طبعا انتوا عارفين كده ان انا مش في الاستوديو بتاعي، طالما في اضاءه مختلفه، كاميرا مختلفه، مايك مختلف، يعني طبعا مايك عامل 18000 جنيه، انا مش هشتري مايك ب 18000 جنيه. قبل ما ابدا الفيديو مش عايزك تنسى تكتب كومنتات، خلي الكومنتات ديت بعدين، تابع الفيديو للاخر وبعد كده ابقى انزل اكتب الكومنتات اللي انت عايز تكتبها، انزل اشتم براحتك، انزل اكتب براحتك، اعمل اللي انت عايز تعمله. وطبعا انتوا عارفين زي ما قلت لكم قبل كده ان انا مقرر ان انا اسيب اليوتيوب، بس دوت مش قرار سهل عليا، وده باختصار لان انا بقالي 4 سنين بعمل فيديوز وكل يوم، يعني كل يوم فيديو، فيعتبر خلاص بقت حاجه اساسيه في حياتي، حاجه اساسيه في يومي ما اقدرش استغنى عنها بسهوله. فبما ان ده اخر فيديو يا عالم بكره مخبلنا ايه، فقررت ان انا ارد على اسئلتكم اللي انا بهرب منها من ساعه ما دخلت على اليوتيوب. اي سؤال يجي في بالك من غير ما تكتبه اصلا انا عارفه وهرد عليه في الفيديو دوت، فمش هطول عليكم اكتر من كده، يلا بينا نبدا الفيديو. طبعا المفروض كان يبقى معايا حد بيساعدني بيسالني الاسئله وانا هرد عليه، بس لا مفيش حد، فانا هقرر ان انا اعمل فويس اوفر بصوتي وبعد كده اروح رد ده على السؤال. فهمتني ليه هتسيب اليوتيوب؟ بصوا يا جدعان، هو القرار دوت صعب، انا قلت لكم القرار دوت مش سهل بالنسبه لي، بس اللي بيخليني اسيب اليوتيوب اكيد حاجه كبيره جدا اللي هتخليني اسيب اليوتيوب، وحاجه من ضمن الحاجات ديت ان انا نظري بقى 1/6. انت متخيل يعني ايه 1/6؟ يعني انا من الاخر كده نظري خلاص بيودع، وده من كتر قعدتي قدام الاضاءات وعلى الكمبيوتر لفترات طويله. وتاني سبب ان الجمهور حاطيني في مكان مش بتاعي، يعني انا مش عايز ابقى موجود في المكان دوت. يعني مثلا لازم اجيب بنات عريانه في الفيديو عشان الفيديو يتشاف، لكن لو عملت فيديو عادي والفيديو يموت من الضحك لا مش هيجيب فيو. ليه؟ عشان المشاهد اصلا ما دخلش عليه عشان ما شافش واحده عريانه في الصامبنيل، وانا مش حابب النوع ده من الفيديوهات، وغصب عني لقيتني بحب كده عشان بجيب فيو عالي. فلا لما هلاقي نفسي ماشي في السكه ديت فلا لازم اسحب نفسي وارجع تاني، فانا مش عايز اشيل ذنوب على ذنوبي، فانا قررت ان انا ما اعملش النوع دوت من الفيديوهات. فده برضو سبب من الاسباب اللي بيخليني ابطل يوتيوب. وتالت حاجه بقى ان انا انسان خجول اصلا، ويعني بص عايز اقول لكم ان انا بتكسف اصلا، يعني انا قاعد قدام الكاميرا دلوقتي بكلم حديده مش مكسوف منها، لكن ده هيلاحظوا جامد جدا الناس اللي بتشوفني في الشارع، انا ما بعرفش اتكلم نص كلمه. انا لما حد بيشوفني في الشارع بيقول لي ايه يا كاب، انا ببقى عايز الارض تشق وتبلعني، مش عارف ليه بصراحه، بس انا ما كنتش كده، يعني من ساعه ما اتشهرت وانا بقيت كده، بس قبل كده لا انا كنت بجح جدا مش عارف ليه. واخر حاجه بقى ان انا مقصر جامد جدا مع مراتي وبنتي، ومش مديهم حقهم فيا كزوج او كأب، لان كل وقتي ضايع على التصوير والمونتاج، يعني ساعتين تصوير 10 ساعات مونتاج، طب انا هقعد معاهم امتى، وهروح شغلي امتى، وهقعد مع اهلي امتى؟ فانا من مكان هذا حابب اعتذر لبنتي ومراتي، انا خلاص الفتره الجايه هبقى قاعد معاكم كتير، يعني يا ريت بس ما تزهقوش مني وتقولوا لي روح اشتغل على اليوتيوب تاني، يا ريت بعد اذنكم. نخش على السؤال اللي بعده. بس القرار ده مش قرارك لوحدك، انا عارف ان القرار دوت مش قراري لوحدي، وعارف ان احنا بدأنا سوا، وانا قلت لكم ان انا مكمل معاكم لغايه ما نوصل لمليون و2 مليون و3 مليون و10 مليون. بس انا اسف جدا، انا اسف لما نظري يضيع انا الوحيد اللي مش هشوف، لما ربنا يسألني ويقول لي انت كنت مقصر مع اهل بيتك انا الوحيد اللي هتحاسب. فاعذروني في الموضوع دوت، لان الموضوع يعتبر هو مش بتاعي لوحدي، بس القرار الاغلب فيه هو قراري. طبعا انتوا على راسي والله العظيم، انتوا على راسي فعلا، وانا عارف حبكم ليا، وانتوا عارفين انا بحبكم قد ايه، يعني انا بسيب الدنيا كلها عشان ابقى قاعد معاكم القعده اللي انا قاعدها دلوقتي ديت، ما بقعدش مع اصحابي، ما بقعدش مع اهلي، مقصر في شغلي عشان اقعد معاكم القعده ديت. انا بحب القعده ديت جدا، ان انا بقى قاعد كده قدام الكاميرا وبتكلم بكل تلقائيه وبكل يعني عادي، واحد فاني قاعد قدام الكاميرا بيهزر بيضحك بيرياكت بيترول بيعمل اي حاجه، هو دوت انا بحب النوع دوت من الفيديوهات. نيجي للسؤال اللي بعده، عينك مالها؟ بص باختصار عشان ما نخشش في تفاصيل كتير، في ناس هتلاقي عارفه القصه وفي ناس مش عارفاها لان انا قلتها في فيديو قبل كده، فللي يعرف او للي ما يعرفش انا عايز اقول لكم ان انا عملت حادثه من قيمه 5 6 سنين او 7 سنين تقريبا، فمن ساعه ما عملت الحادثه ديت وانا عمال كل شويه اعمل عمليه، كل شويه اعمل عمليه، يعني انا عامل حوالي 7 8 عمليات في عيني لغايه دلوقتي، وكل ده عشان تشوفها بالمنظر اللي انت شايفها فيه دلوقتي، لان انتوا لو رجعتوا لفيديوهاتي زمان من قيمه 2 ومن قيمه 3 هتلاقوا منظر مختلف خالص عن اللي انتوا شايفينه دلوقتي. اي نعم انتوا ممكن تكونوا مش شايفين حاجه دلوقتي عشان الاضاءه اللي قدامي، بس يعني فيما بعد هتبقوا تشوفوا ان شاء الله، او فيما قبل. مش عارف بصراحه. السؤال اللي بعده، بطلت تعمل اغاني ليه؟ لان باختصار كده الاغاني بتاخد وقت جامد جدا، يعني من اسبوع لاسبوعين وساعات ل3 كمان، وانا اصلا بقول لك انا مش عارف اقعد مع اهلي، فهروح اعمل اغنيه اقعد فيها اسبوعين 3؟ ما تهزرش معايا بعد اذنك، ما تهزرش معايا. السؤال اللي بعده، انت مسيحي ولا مسلم؟ طبعا السؤال دوت مجان الناس كلها، يعني انا يا جدعان ولا اعرف يعني ايه مسيحي ولا اعرف يعني ايه مسلم،
مسلم. انا بالنسبه لي الدين تعامل. انا عارف ان في ناس هتنتقدني جامد جدا بعد اللي انا بقوله دوت، بس دي حقيقه بالنسبه لي. عايز تنتقدني انتقدني، انا شايف ان الدين تعامل. ممكن تلاقي مسيحيين كفره ما يعرفوش حاجه عن ربنا، ممكن تلاقي مسلمين كفره ما يعرفوش حاجه عن ربنا. انا مش بكفر حد، استغفر الله العظيم يا رب، انا مش بكفر حد، بس انا بقول ممكن وممكن. ممكن تلاقي في كل الديانات ناس ما تعرفش حاجه عن ربنا، ناس ما بتعاملش ربنا، ناس ما تفهمش حاجه عن الاصول، ما تفهمش حاجه عن اي حاجه. فعشان كده انا بقول لك عزيزي المشاهد، انا بالنسبه لي الدين تعامل. فانا عمري ما سالت حد انت مسيحي ولا مسلم، ومتهيألي برضه مش هيفيدك في حاجه لما اقول لك انا مسيحي ولا مسلم. خلصنا بلا انا مسلميحي يا جدعان، انا مسلميحي، يعني اكتبها كده مسلميحي بس. وده فعلا اللي اصحابي بيندهولي بيه، يقول لي يا ابني انت مسلميحي، انت مسيحي ولا مسلم، احنا مش فاهمينك. فانا كالكابو انا ما بيفرقش معايا اذا كنت مسيحي ولا مسلم، انا اللي يهمني ان انت بتتعامل معايا حلو او وحش. هو دوت اللي بيحدد لي ان انت بني ادم بجد ولا بني ادم براس بخاخه بس. فبرضه مش هريحك واقول لك انا مسيحي ولا مسلم، بس في ناس كتير عارفه، انا عارف ان في ناس كتير عارفه لان انا قلت قبل كده، بس انا مش عايز اريحكم دلوقتي واقول بس كده. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. ليه ما عملتش قناه عائليه وتطلع فيها انت ولولا وام لولا؟ لان باختصار ما بحبش النوع دوت من المحتوى. يعني انا مش عارف، بس انا ما بحبش النوع دوت من المحتوى، ومش انا اللي هطلع مراتي واخلي المشاهدات تجرني لسكه انا ما ينفعش اروح لها. لان انا اكتشفت سر فظيع يا جدعان، المشاهدات ديت بنت كلب، دي لعنه. طول ما في مشاهدات، طول ما انت تحب تعمل بروباجندا اكتر عشان تجيب مشاهدات اكتر، تحب تعمل حوار اكتر عشان تجيب مشاهدات اكتر، تروح تتجوز عشان تجيب مشاهدات اكتر، تطلق عشان تجيب مشاهدات اكتر. وانا ما بحبش ادخل السوشيال ميديا جوه بيتي. انا بيتي ما فيهوش سوشيال ميديا. اي نعم مراتي معاها تليفون واحيانا بتعمل فيديوهات تيك توك، بس بتنزلها على تليفونها هي، على الانستجرام، على الواتس، اللي هو الفيديو ما بيطلعش من بره عن 15 نفر اللي يعرفوها. بس برضه ما بحبش ادخل مراتي في الشغل بتاعي. يعني مراتي عرضت عليا كتير ان هي تساعدني في المونتاج، تساعدني في التصوير، تساعدني في اي حاجه، وانا اللي رافض ان انا ادخلها معايا في الموضوع دوت. وده مش لان الموضوع وحش او الموضوع حلو او الكلام ده كله، لا، ده لان باختصار انا مش عايز اخلي السوشيال ميديا تخرب لي بيتي اكتر ما هو خربان. انا اسف يا مدام، انا اسف. طبعا هي مش معايا فمش سامعاني، فانا في الشغل هي في البيت فهي مش سامعاني، فلما هتشوف الفيديو هتعرف يعني انتوا عارفين بقى ايه اللي هيحصل بعد كده. احتمال نتطلق بعد الفيديو ده من الاخر. ليه بطلت ترد على الكومنتات؟ انا اصلا ما بخشش على الفيديو. يعني انا بنزل الفيديو وبطلع اجري، مش عايز اشوف هو جاب ريتش قد ايه، مش عايز اشوف عشان هتخنق ومش هنزل فيديوهات تاني. فعشان كده انا ما ببصش على الفيديو اصلا. فاعذروني لو انا ما بردش على الكومنتات. انا مراتي بتطلع لي 3 4 كومنتات بحطهم في اول الفيديو زي ما شفت في الفيديو اللي فات او الفيديو اللي قبله. فيعني اعذروني. يعني انت كده خلاص هتسيب اليوتيوب؟ انا مش هسيب اليوتيوب. انا هنزل فيديوهات، هنزل فيديو كل اسبوع، فيديو كل اسبوعين، فيديو كل شهر، مش عارف، بس هيبقى فيديو متعوب عليه بجد، هيبقى فيديو انا بحبه بجد، هيبقى فيديو عايز اظهره للناس، اخلي الناس تشوفني في الشارع، تشوفني بصورة حلوة بجد. الفيديو دوت جاب 10000 مشاهدة، جاب 5000 مشاهدة، جاب 2000 مشاهدة، مش هيفرق معايا مشاهدات، لان التوفيق دوت باختصار من عند ربنا. انا كنت بعمل حاجة وحشة وعايز اتوب عن الحاجة الوحشة اللي انا بعملها ديت، ويا ريت انت كمان تعمل كده. وانا مش هبص لمشاهدات وقعت ولا مشاهدات راحت ولا مشاهدات جت. انا كفايه عندي جدا ان 2000 شخص بيشوفوا الفيديو بتاعي. يعني شكرا لل 2000 شخص اللي بيشوفوا الفيديو بتاعي، شكرا لل 1000 اللي بيحط لايك، دول كفايه عندي. يعني انا مش عايز اكتر من كده. بس اهم حاجه يكونوا بيحبوا الكابو لشخصيه الكابو ذات نفسها، مش عشان الكابو بيطلع فيديوهات كذا او عشان الكابو بيعمل فيديوهات كذا. لا، انا عايز 10000 واحد من ال 400000 اللي عندي يكونوا بيحبوني انا لشخص انا، مش للي انا بعمله. فان انا هسيب اليوتيوب؟ انا مش هسيب اليوتيوب. انا هتلاقوني بنزل فيديو كل اسبوع، فيديو كل اسبوعين، فيديوهين في الاسبوعين، فيديوهين في الاسبوع، على حسب ما الاقي نفسي عندي مجهود وقادر ان انا اعمل فيديو هعمل فيديو. بس لازم الفيديو دوت يكون متخدم عليه صح، مونتاج، تصوير، فكره. مش هبطل رياكت، انا هعمل رياكت زي ما انا، بس هعمل رياكت بتاعي فيه افكار، مش هيبقى رياكت بلا هدف اللي هو جوله على الاكسبلور، يلا جوله على الاكسبلور. ممكن اعمل الجولات ديت في فيديوهات الميمز، في فيديوهات تحديات الضحك. وبمناسبه تحديات الضحك، انا عارف ان كلكم مستنيين تحديات ضحك، فانزلوا اكتبوا لي تحت عقابات عشان عايز اعمل الفيديوهات الجايه بتحديات ضحك بعقابات معاكم. من اول ما ينزل الفيديو دوت لغايه اسبوع بعد كده تقدروا تكتبوا لي كومنتات، وانا هشوف كل الكومنتات بتاعتكم وهنزل الكومنتات ديت في الفيديوهات الجايه. وبس كده. انا اسف جدا لو كنت ضايقتكم او لو كنت قلت حاجه ضايقتكم في الفيديو. انا قاعد بتكلم قدام الكاميرا بكل تلقائيتي، فاعذرني على اي كلمه بتطلع غلط انا مش واخد بالي منها. ومش عيب لما تنزل تصحح لي حاجه غلط انا قلتها في الكومنتات تحت، مش هزعل منك خالص، عادي. انت ممكن تكون اصغر مني او اكبر مني واستفيد منك واخد منك نصيحه. شكرا جدا على حبكم. عايز اقول لكم ان دي اخر مره هتشوفوني في الاستوديو دوت، لان انا برضه هسيب الشغل دوت. انا مش عارف انا هعمل ايه ولا هعمل ايه ولا هعمل ايه. انا بدور على شغل يا جدعان، لو عندكم شغل ليا قولوا لي. يلا سلام.